بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل بسكوت النشادر. زي ما انتم شايفين كده، حاجة من الآخر طالعة في منتهى الجمال، مقرمش وهش وبيدوب في البق دوبان زي ما بيقولوا. مقاديره طلعت مظبوطة جدا، سكره مظبوط جدا. هنعمله بالسمنة مش هعمله بالزبدة. وسهل جدا، هنعمله بالكيس الحلواني مش بالمكنة. المقادير دي بتاعت كيس الحلواني مش مقادير المكنة. هتشوفوا مع بعض هيتعمل ازاي. شايفين بيتقطم ازاي بمنتهى السهولة وهش جدا، وهيعجبك جدا. حلاوته ومقاديره مظبوطة 100%. لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش، انا فادي قاسم، ما تنسينيش في اللايك والشير. هنشوف المقادير مع بعض. هنا هنشتغل بمقادير كيلو. انا معايا كيلو دقيق ومعلقه صغيره بيكنج باودر وطرف معلقه كده من الملح. هنحطهم على الدقيق ونركن الدقيق كده على جنب شويه. السمنه بتاعتنا بقى انا عاملاها بالسمنه مش بالزبده، 400 جرام سمنه. انا عامله بلدي على بقري كده ميكس على بعض. 350 سكر بودر، وكمان 4 بيضات، 4 بيضات كبار كده. وكمان معايا نص كوباية لبن دافي، لازم يكون لبن دافي. معايا فانيليا، معلقة كبيرة نشادر أو 12 جرام نشادر لو عايزاه بالجرامات. هنشتغل الأول كده في السمنة وهنشوف مع بعض هنعمله خطوة خطوة كده مع بعضين. السمنة حطيتها في البولة وبالمضرب كده أو بإيديكي بأيا كان هتستعملي. المهم تضربي السمنة كويس لغاية ما تفتح معاكي كده، تبقى لونها زي الكريم. هتضيفي السكر شوية شوية كده عشان ما تبهدلكيش الرخامة، واحدة واحدة. وهتضربيهم برضو بالمضرب كده لغاية ما السكر يختلط مع السمنة كويس جدا. هتبصي تلاقي بقى معاكي زي الكريمة او الكريم شانتيه كده اهو، اختلطوا ببعضهم كويس. هنضيف طبعا البيض بتاعنا. قبل ما نضيف البيض هنحط على البيض الفانيليا عشان الزفارة بتاعته. تحطي معلقة فانيليا كده على البيض، وبرضو واحدة واحدة هتضيفي البيض بتاعك. مش هتضيفيه مرة واحدة، احنا عايزينه هش كده ونعمله بهدوء كده عشان يطلع معاكي ناجح. بيضة بيضة كده، وتضربي الخليط معاكي لغاية ما تختفي البيضة، تنزلي التانية واحدة واحدة كده لغاية ما تعملي الكمية كلها. تنزلي البيض بتاعك، بصي بقى كريمي ازاي وهش كده وجميل زي الكريم شانتيه. هتنزلي الجوانب طبعا، ما تنسيش تنزلي الجوانب علشان يبقى متجانس كله عجينة واحدة. هنجيب اللبن بتاعي، اللبن لازم يكون دافي كده، وهنحط عليهم 12 جرام من النشادر او المعلقه الكبيره. هتبصي تلاقيه فار معاكي كده، ونص كوبايه بقت زي كوبايه. شايفين كوبايه وبتنزل كمان الفوران بتاعها، بصي بيفور ازاي. تعرفي ان النشادر بتاعك ناجح. لو عايزه تختبري النشادر هتختبريه الاول قبل ما تحطيه على البسكوت بتاعك كده. حبه لبن صغيرين كده دافيين، وتحطي معلقه صغيره او نص معلقه نشادر. لو فار معاكي تعرفي ان هو ناجح. هنقلب بقى الدقيق برضو، مش هتضيفيه كله، هتضيفيه شوية شوية، واحدة واحدة كده. وتقلبي بالسباتولا او بالمعلقة او ايا كان بايديكي، بس مش عايزين نعجن، عايزينه يختلط بس بدقيق كده لغاية ما تشرب كده، زي بالظبط ما بتعملي الكحك، زي ما بتبسي الكحك كده. هتتشربين ببعض ويتعجنوا مع بعض. تمسحي بقى آه، الصاج بتاعك بحتة سمنة كده، بمنديل وحتة سمنة. وبعدين تنزلي بالكيس بتاعك، كيس الحلواني كده انا عاملة مش تعريض او قمع عريض زي ما انتم شايفين. في كمان قمع بيبقى ارفع من كده لو عايزة. لو هتعملي العريض هتعملي بسكوت صغير كده مقاس صغير. لو هتعملي بالقمع الرفيع او الكنز هتعمليه طويل. وبحرف السكينة كده تشوفي الزيادات تشيليها، تساوي السجان بتاعتك او الصواني بتاعتك زي ما انت شايفة كده. سويتهم قد بعض بالظبط، البسكوتة قد التانية. زي ما انتم شايفين هتحطيهم في درجة حرارة 180 درجة لمدة 12 دقيقة، 10 دقايق، 12 دقيقة، تبع الفرن بتاعك. زي ما انتم شايفين كده بقى لونه اللون الذهبي الجميل. شايفين من تحت ومن فوق اخد لون حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده بيتكسر بمنتهى السهولة، هش ومقرمش في منتهى الجمال. مع كوباية شاي الصبح كده، كوباية شاي بلبن كده، يبقى حاجة جميلة جدا.
هيعجبك جدا. بس اعملي زي ما بقول لكم المقادير بنفس المقادير دي، هتطلع حاجه جميله جدا. انا عاملاه زي ما انتم شايفين كده عريض، بالمشط العريض، عشان كده عاملاه قصير كده مش طويل. لو هتعمليه طويل زي ما بقول لك حطي المشط الكنيز. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير. كانت معاكم فادية ياسر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.